أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أن الصراع على السلطة وتداعيات الأزمة السياسية كادت توصل اليمن إلى حرب أهلية لعدم تمكن طرف من حسم الموقف لمصلحته، معتبرا أن التسوية السياسية وانطلاق الحوار الوطني بين مختلف المكونات اليمنية تعد تجربة فريدة على مستوى الشرق الأوسط. ونوه رئيس الجمهورية في لقاء مع الصحفي الأمريكي توماس فريدمان بأن الشعب اليمني شعب يريد السلام، مستدلا بإقبال المواطنين الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد الاتفاق على آلية تنفيذية مزمنة لاتفاق التسوية، مؤكدا أن ذلك جاء تلبية لشرط الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحرصه على نقل السلطة سلميا عبر صناديق الاقتراع التي وصل منها إلى السلطة. اليمن يعني شعب فقير وشعب يريد السلام. لو تشوف يعني لو كان انت حضرت في ايام الانتخابات، احنا قلنا ان نجري يعني ان علي عبد الله صالح قال لن ينزل الا بوضع آلية للمبادرة الخليجية، ولن ينزل انه طلع بصناديق الاقتراع، ولن ينزل الا بصناديق الاقتراع بانتخاب. هذا شرط من شروطه. في يوم الانتخابات الناس متواجهة بالسلاح، والناس تمر ما بين المتارس ويروحوا لصناديق الاقتراع. ليش هذا؟ لماذا هذا؟ هذا ليس حب في الرئيس اللي بيجي، لا، هم يريدون السلام، ما يريدوش يتقاتلوا.